ازاي الراجل اللي شكله عادي جدا ده بيقدر انه يشيل اوزان البادي بيلدرز واحسن منهم كمان؟ تعالوا نشوف الموضوع ده. انا تولي هو باور ليفتر مشهور، بيخش الجيم ويلبس لبس راجل نظافة ويخش يعمل اكنه بينظف المكان، وفجأة يشيل الاوزان بتاعة البادي بيلدرز والباور ليفترز اللي موجودين في الجيم بكل سهولة، وكمان ممكن بايد واحدة. ازاي الراجل ده بيقدر يعمل كده؟ انا اقول لك، مش معنى ان الراجل ده حجمه مش كبير يبقى الراجل ده مش قوي. في ناس حجمها كبير جدا بس ما يوصلوش لنص القوة اللي هو فيه، وده لان القوة عمرها ما كانت بالحجم. لازم تفهم ان في 3 اهداف في الجيم: ضخامة، قوة عضلية، وقوة تحمل عضلي. بمعنى ان انت لو عايز تلعب ضخامة فانت ممكن تلعب من 8 ل 12 عدة بوزن متوسط، كده هتكسب ضخامة عضلية طبعا مع التغذية والتمرين الصح. اما لو عايز تكسب قوة عضلية زي الراجل ده فهو بيلعب من 1 ل 6 عدات بوزن تقيل جدا، وبياخد راحة وقت كافي كويس. اما لو عايز تكسب قوة تحمل عضلي فانت تلعب من 12 ل 25 عدة في المجموعة وبوزن خفيف. وبس كده يا معلم، كده احنا فهمنا ليه الراجل ده مع ان حجمه صغير بيقدر انه يشيل الاوزان دي احسن من الناس الضخام اللي هو شايفهم قدامه. وبكده يكون خلص الفيديو. ما تنساش تعمل لي فولو، وما تنساش تاخد برومو كود بتاعك يحيى 15 من ايفت على المكملات ويحيى 15 من لاتروش على لحم النعام.